10 لاعبين موجودين في النادي الاهلي ما ينفعش يبقوا موجودين في قائمه النادي الاهلي لو انت عاوز تحافظ على اوضه اللبس وما يحصلش فيها مشاكل. ولو عاوز تاكل الاخضر واليابس اعمل لايك وفولو واعرف مين هم اللعيبه. واخر لاعب اعتقد هيبقى مفاجاه بالنسبه لك. من غير ما اطول عليك فتعالى اقول لك مين هم اللعيبه اللي ما ينفعش يبقوا موجودين في قائمه النادي الاهلي السنه الجايه. ورقم واحد طبعا خالد عبد الفتاح. وخالد عبد الفتاح ده ما نعرفش جبناه امتى ولا ليه ولا ازاي. صحينا الصبح كده لقينا ان الاهلي بعد الاعاره اشترى خالد عبد الفتاح بقيمه 25 مليون من نادي سموحه. وطبعا كابتن فرج عامر بيضحك علينا كالعاده، وهنا بضاعه سموحه دايما فاسده مع النادي الاهلي. فكابتن خالد عبد الفتاح في عليك كده يمشي. اللاعب رقم اثنين طبعا عمر الساعي. وهنا هيفضل في وجهه نظري ان النادي الاهلي اشترى عمر الساعي بغرض ان هو يساعد نادي الاسماعيلي بس بطريقه شرعيه. فيعمل ايه؟ يشتري هنا منه عمر الساعي بقيمه 50 مليون ويبقى ساعد النادي الاسماعيلي بس بطريقه مشروعه وطريقه شرعيه. رقم ثلاثه نيدفيد. واول ما اقول لك نيدفيد لف بينا يا دنيا من النادي الاهلي لسيراميكا ومن النادي الاهلي المودرن ومن المودرن للنادي الاهلي ولف بينا يا دنيا. ولكن الحقيقه ان كريم وليد نيدفيد ما ينفعش للنادي الاهلي وهو اخره انديه منتصف الجدول في الدوري المصري. فكريم وليد نيدفيد يمشي. رقم أربعة أحمد رضا. وأول ما أقول لك أحمد رضا أكيد في سؤال هيجي في ذهنك وذهني، قال أحمد رضا وحش؟ لا طبعا أحمد رضا مش وحش، ولكن حفاظا على اللاعب اللي دلوقتي موجود في مكانه مروان عطية وإمام عاشور وديانج ومحمد علي بن رمضان. فهل أحمد رضا هيكون ليه مكان؟ لا طبعا. في حفاظا على اللاعب ونقدر نستفاد منه مستقبليا، خاصة إنه لاعب صغير، فنطلعه إعارة ويرجع بعدها بعد ما يكون هنا نص الملعب يكون رق شوية. فهنا الأفضل لأحمد رضا إن هو يطلع إعارة. رقم خمسة عمر كمال. وبالنسبة لي عمر كمال بصراحة كان مصدر إحباط كبير قوي، لأن أنا كنت مقتنع باللاعب وقلت اللاعب ده هيجي النادي الأهلي هيكسر الدنيا، ولكن للأسف هو ما قدرش حتى ينافس محمد هاني. وبصراحة كده تقريبا عمر كمال آخره يغني. رقم ستة أشرف داري. وتقريبا إحنا كنا جايبين أشرف داري عشان يعوض محمد عبد المنعم، فتقريبا هنا عوضنا عن أحمد السيد الله يمسيه بالخير. وكمان كان نقطة ضعف كبيرة قوي في المونديال، فبالنسبة لي يمشي. رقم سبعة وده وجهة نظري فهو محمد هاني. بالنسبة لي هنا ممكن نختلف مع بعض الناس على محمد هاني، ولكن محمد هاني بالنسبة لي يمشي، لأن محمد هاني 10 سنين في النادي الأهلي. 10 سنين من لا شيء. لو تيجي هنا تعد هنا كام ماتش في خلال 10 سنين ممكن أجمع لك 10 ماتشات بس وكام أوفر كده كويس وكام أسيست. فدول اللي عملهم محمد هاني. ولكن هنا لو عايز تمتع عينك فعلا وعايز تعمل مقارنة، بص على الشيبي، بص على عرضيات الدواء، بص على العرضية اللي بالمقاس، بص على المدافع فعلا الباك اليمين اللي هو دفاعي وهنا وهجومي. بص كمان على علي معلول. هنروح بعيد ليه؟ علي معلول شوف العرضيه بتاعته كانت بتبقى عامله ازاي. فبالنسبه لي محمد هاني 10 سنين من لا شيء، فبالنسبه لي محمد هاني يمشي اوت. رقم 8 حسين الشحات. ولما تيجي هنا تتكلم عن حسين الشحات فلازم هنا تديه حقه ان هو كان سبب رئيسي في فوزك باثنين افريقيا، ولكن حاليا هي المنافسه صعبه بالنسبه له. زيزو وتريزيجيه وبن شرقي وطاهر كمان. فبالنسبه لي حسين الشحات اوت. كمان كان ليه تصريح كارثي كده قبل كاس العالم ان هو محتاج يمشي ويروح فريق كده معلوش ضغوط ويريح دماغه في اواخر سنين اللعب بتاعه. فبالنسبه لي طبعا حسين الشحات يمشي. رقم تسعة وهنا بقول لك قفشه. ليه قفشه؟ لان انا بالنسبه لي هنا اللي يعرفني وانا بقول لك ان قفشه مهما عمل ومهما سوى ومهما مر عليه سنين، فبالنسبه لي اللي عامل قفشه في نهايه القرن يفضل هنا موجود لحد اخر العمر. ولكن هنا مش عايز امشي مع الموجه، ولكن فعلا اللي يعرفني وانا قلت لك قبل كده ان قفشه من اللعيبه اللي مش بتتقبل النقد. مش محتاج حد يعدل عليها ويقول لها اعملي كذا واعملي كذا. دايما مبرراته موجوده. اصل طريقه اللعب، اصلا مش بلعب في مكاني، دايما يهاجم الجمهور. والمره الاخيره لما قال لك الجمهور سوشيال ميديا وبيعملوا حملات ومش حملات، ولكن هو مش شايف مستواه السيء اللي هو بقاله فتره كبيره قوي. ودايما هنا بيرميها هنا على المدرب. وفعلا لو لعب ماتش كويس فاول حاجه بيجي يعملها يفتح جوجل يجيب لك صوره كده حكمه اليوم ويروح رازعها كده في الانستجرام ويقول لك يقعد يلقح بقى على الجمهور ويدخل في حكايات مع الجمهور. فبالنسبه لي قفشه يطلع اعاره مش يمشي، يطلع اعاره ويرجع كده يكون هنا الدنيا هدت شويه ويكون الجماهير كمان هدت عليه شويه. وكمان يعرف كمان قيمه النادي الاهلي بعد ما يمشي ويبطل كسل. لان لاعب هنا بقيمه قفشه بصراحه انا مستخسر ان هو يمشي، ولكن اسلم حل ليه ان هو يمشي ويرجع من تاني كده زي ما قلت لك فريش. رقم 10 الشناوي. واول ما اقول لك الشناوي لازم يكون هنا لينا وقفه صغيره. هتسالني وتقول لي الشناوي يمشي، هقول لك لا. الشناوي يطلع اعاره، اقول لك برضه لا. وما هتقول لي هنعمل ايه يا عم، اقول لك ان لازم هنا محمد الشناوي يتعامل في النادي الاهلي انه زيه زي اي لعيب في النادي الاهلي. لما يغلط يتحاسب، لما يكون اداؤه مش كويس يتركن. احنا هنا بنضيع موهبه كبيره قوي داخله حاليا في 27 28 سنه. هنا مصطفى شوبير. فهنا هنلاعب مصطفى شوبير امتى؟ اذا كان الشناوي دلوقتي اداؤه سيء واداؤه كارثي وحتى ما بيفردش دراعه زي ما بنقول، وعندنا موهبه كبيره قوي هنا مصطفى شوبير، وهنا راكنينها بره. طب هنستفاد من مصطفى شوبير امتى؟ محدش عارف. فلازم هنا يتم التعامل مع محمد الشناوي انه زيه زي اي لعيب في النادي الاهلي. لما يغلط يتحاسب. وده العدل فعلا اللي لازم يبقى موجود في النادي الاهلي.
دول 10 لعيبه من وجهه نظري ما ينفعش يبقوا موجودين السنه الجايه في قائمه النادي الاهلي. لو انت ليك وجهه نظر مختلفه قولها لي في الكومنتات، ولو انا ناسي لعيب قولوا لي برضه في الكومنتات، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.